السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم سارة عبد العاطي، والنهاردة فيديو جديد هنعمل مع بعض السمك السنجاري بتتبيلة حلوة جدا جدا، وهقولك كمان على طريقة التسوية الصحيحة عشان يطلع جوسي واللحمة بتاعته تطلع جميلة ومظبوطة وما يطلعش نشف معاكي. هنعمل كمان مع بعض الرز الصيادية، هنعمله بطريقة حلوة جدا وسهلة، وهقولك كمان على سر اللي بيحطوه المطاعم من الرز علشان يطلع لونه دهب وجميل كده، وهيطلع طعمه احلى بكتير جدا جدا. تابعوني لحد اخر الفيديو. اول حاجة هنبدأ مع بعض بوصفة السمك. عندي هنا جزرة كبيرة مبشورة، وعندي كمان كوباية من الخضرة شبت وبقدونس وكزبرة. عندي كمان حباية كبيرة من الطماطم مقطعة مكعبات، وعندي فلفل رومي مقطع مكعبات برضو. ممكن احط فلفل شطة لو انا بحب الحاجة سبايسي. عندي كمان معلقة كبيرة من الزيت، وعندي كمون وبابريكا وملح، وعندي هنا ربع كوباية من عصير الليمون، وعندي هنا من خمس ست فصوص ثوم مهروسين. وعندي طبعا السمكة بتاعتي. يعني عندي هنا سمكة اسمها سمكة قاروص، مودياها عند الراجل بينضف السمك وفاتح لي ظهرها ومنضفها لي كويس. هحط هنا بقى اول حاجة معايا في التتبيلة عصير الليمون، والتوابل بتاعتي زي ما اتفقنا ملح وكمون وبابريكا. اللي بيحب الشطة يا جماعة برضو ممكن يستبدل البابريكا يستبدلها بشطة، مش مشكلة خالص. وهحط باقي التتبيلة. عندي هنا معلقة كبيرة من الزيت، واخر حاجة هنزل بالثوم المفروم. عندي من 5 ل6 فصوص كبار من الثوم المفروم، هنزلهم وهبدأ ان انا اقلب التتبيلة دي كلها كويس جدا. التتبيلة دي بتخلي طعم السمك تحفة وحلو جدا جدا لأي سمك يا جماعة، مش شرط السنجاري بس. بعد ما تبلت كويس هبدأ ان انا اخد من التتبيلة ديت حوالي 3 معالق كبار، احطهم على جنب. هقولكوا دلوقتي هنعمل فيها ايه. اهو 3 معالق كبار، وبعدين هحطها على جنب، وهجيب بقى التتبيله ديت احط عليها الخضار بتاعي اللي انا مقطعاه ده. احط الجزر والفلفل والطماطم والخضره، وهقلب التتبيله دي الخضار ده مع التتبيله كويس جدا جدا. وهجهز بقى صينيه تكون بتدخل الفرن، هحط عليها طبقتين من ورق الفويل، وهجيب السمكة بتاعتي. السمكة يا جماعة ديت انا بحب اغسل السمك عموما، بجيب فرشة اسنان مخصوصة بغسل بيها السمك سلسلة الظهر اي مكان مش عارفة اوصل له. الفرشة دي رهيبة وبتنضف السمك بطريقة سهلة جدا جدا وبسرعة جدا. وبجيب منديل وانشف السمكة من اي مية زيادة علشان التتبيلة تثبت فيها وتدخل كويس في كل اجزاء السمكة. بجيب بقى التتبيلة بتاعتي واحط على السمكة زي ما انتم شايفين، وابدا اعمل مساج كده للسمكه عشان اتاكد انه التتبيله دخلت في كل السمك وكل اللحمه بتاعت السمكه، علشان طبعا طعمها هيفرق جدا. طعم التتبيله دي يا جماعه بيبقى لذيذ جدا. وبعدين بعد ما احط التتبيله دي كلها على السمكه بجيب بقى الخضار بتاعي احطه كمان فوق التتبيله دي. الخضار ده ليه فايدتين. اول فايده بيخلي طعم السمكه حلو جدا جدا، بيديها نكهه رهيبه. وتاني فايده كمان بيحافظ على اللحمه بتاعت السمك ما تنشفش من الفرن، بيخلي طعمها لذيذ وتبقى طريه وما تنشفش خالص. بعد ما حطيت كميه الخضار بتاعتي كلها مولعه الفرن على اعلى درجه حراره، حاطه السمكه في الصاج اللي في النص. السمك يا جماعه ما بياخدش سوا من ربع تلت ساعه بالظبط ويطلع، علشان اللحمه بتاعت السمك عندي ما تنشفش وتبقى طريه وجوسي، وحافظ على كل الدهون الموجوده في السمكه. بلف ورق الفويل كده حوالين السمكه وادخلها زي ما اتفقنا على الفرن على طول عشان تستوي. يلا بينا نعمل الرز الصياديه. معايا كوبايتين من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس، بصله كبيره مبشوره ناعم، كمون وملح، ومعايا معلقه كبيره من السكر. وهو ده سر اللون البني بتاع الرز وبتخلي طعمه تحفه. في حله على النار هحط معلقتين كبار من الزيت، وهنزل بالبصله المبشوره ناعم بتاعتي، هقلبها كويس لحد ما توصل للون ذهبي فاتح. اول ما اوصل للمرحله دي بضيف معلقه السكر، هقلبها كويس جدا واتاكد ان كل حبيبات السكر اتكرملت معايا. الكراميل اللي هيطلع من السكر ده هو ده السبب في اللون البني اللي بيطلع في نهايه الفيديو. اللون ده مع لون البصل بيخلي الرز طعمه تحفه وشكله حلو جدا جدا، واللون بتاعه بيبقى مميز زي ما احنا بنشوف. اول ما يوصل للون البني الفاتح بالمنظر ده هحط 3 كوبايات من الميه السخنه اللي بتغلي. لكل كوبايه من الرز كوبايه ونص من الميه. وهسيب بقى البصل بتاعي مع الميه مع السكر اللي انا كرملته يغلي كويس جدا جدا، عشان اخد كل اللون بتاع البصل والكراميل في الميه اللي هيشربها الرز.
اول ما تغلي غلوتين حلوين كده هنزل بالكوبايتين الرز بتوعي زي ما اتفقنا، غسلاه ومصفياه كويس، والملح والكمون، وهقلب كويس الرز بتاعي. طبعا باين لون الميه قبل ما الرز يستوي، اصلا لونها حلو جدا جدا وطعمها هيبقى تحفه. ما خليش البصل يغمق معايا عشان ما يمررش. اول ما الرز بتاعي يتشرب هقلبه تقليبه كويسه كده، وهوطي خالص على اهدى حاجه، واسيبه يستوي براحته خالص. بعد ما استوى شايفين مفلفل ولونه حلو جدا جدا وطعمه رهيب، ومعلقه السكر دي مش بتبان في الطعم، بالعكس دي بتديله طعم رائع رائع بجد يا جماعه. لازم تجربوه بالطريقه دي وتقولوا رايكم ان شاء الله. وبكده احنا خلصنا الوصفه بتاعتنا النهارده. السمكه بعد ما استوت كويس ولعت عليها الجريل من فوق خدت لون، وادي الرز بتاعي غرفته بالطريقه الحلوه ديت. يا رب تجربوه يعجبكم. السمك كمان اهو شايفين قد ايه، هنشوف مع بعض قد ايه هو طري، واللحمه بتاعته طريه ومحتفظه بكل الدهون بتاعتها. ما نخلوش في الفرن مده طويله يا جماعه علشان ما ينشفش ويفقد النكهه بتاعته. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تدعموا القناه بلايك واشتراك. كانت معكم دكتوره ساره عبد العاطي. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.